السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على المستوى الثاني ابتدائي تحت طلب متتبعة من القناة. طلباتني باش ندوي على المستوى الثاني وكيفاش تقري المستوى الثاني وبزاف ديال الأسئلة. خليكم معنا حتى نهاية الحلقة، نشوفكم بعد الانترو. إذا أول حاجة خاص نعرفوها على المستوى الثاني هما أنهم ما نتعاملوش معاهم على أنهم تلاميذ كبار. هما تلاميذ بحال الباقيين في السي بي، باقي ما خرجوش من داك القالب ديال السي بي، فدائما تعاملوا معاهم على أنهم مازالين صغار. تاني حاجة خصكم تعرفوها الأطر اللي كتدرس المستوى الثاني هو أن الثاني هو السهل الممتنع. كيفاش؟ المستوى الثاني أول مرة كيتعرف على الظواهر، أول مرة تقرأ conjugaison grammaire orthographe production de l'écrit وكيبدل النوعية ديال ليكسبرسيون اورال بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية، وكيبدل لا ليكتور حتى بالنسبة لمادة اللغة العربية وحتى بالنسبة للرياضيات. فملي تندوي على المستوى الثاني فأنا تندوي على جميع المستويات وما كنخصش بالذكر فقط المادة الفرنسية. فالمستوى الثاني أول مرة غيتعرف على الظواهر. المهمة الموكلة لك يا أستاذ المستوى الثاني لجميع المواد هو أن هاد التلميذ إما غيمشي مزيان حتى السادس، إما غيبدا التعثر. عندك مهمة صعبة لأن عندك انت كيعرف شنو هي غرامير، عندك انت كيعرف شنو هي كونجيغيزون، كيعرف شنو هو التصريف ديال الأفعال في اللغة العربية، تعرف المواد لأول مرة. فإما غيشدها عندك إما غيتلفها من عندك. كيكون سي ترو طار الى طلع للثالث باش يفهم، خاصو يفهم من عندك انت استاذ المستوى الثاني. هادشي علاش قلت لكم ان المستوى الثاني هو السهل الممتنع. حرصوا اساتذه على الشرح والشرح البسيط. استاذه اللي طلبتيني على هذه الحلقه ركزي على الشرح البسيط، دائما بسطي التلاميذ وحاولي انك توصلي ليهم الفكره ديال داك الدرس، الهدف من داك الدرس. الاستاذه طلباتني استاذه ماده اللغه الفرنسيه، ولكن الحديث ديالي موجه لجميع المواد، رياضيات، فرنسيه، عربيه. يعني التلميذ كيجي عندك انت صفحه بيضاء، عندك انت كيكتشف العالم اللي سميتو الظواهر اللغويه، لي ماتيير دو لا لونغ. الرياضيات كتبدل، كل شيء كيتبدل. فنصيحة لكم اللي نركزوا الحاجة اللي نركزوا عليها شنو هي؟ الشرح البسيط. الهدف من الدرس يوصل. سؤال آخر سولتني الأستاذة واش ندير جميع المواد اللي كاينه في المقرر، وكانت قالت لي بانه كاينين مواد دروس صعيبه، واش نقزها ما نديرهاش؟ لا استاذه خصك ديريها، لان هذيك الدروس التلميذ فاش غيطلع للثالث غادي يلقى الكماله ديال ديك الدروس. مثلا الدرس ديال لي تيب دو فراز من غيطلع للثالث غيلقاه، ومن غيطلع للرابع والخامس والسادس غيلقاه. لا كونجيغيزون حتى هي كاينه نفس الدرس. عندك انت استاذ المستوى الثاني تلميذ كياخد لا باز ديال داك الدرس، وفي المستويات الاخرى كيبقى يطلع في النيفو، الدرس كيبقى غادي وكيصعب. فإلا ما فهموش من المرة الأولى في الثاني فهو دائما غيبقى مسافر حتى السادس بديك علامة الاستفهام على داك الدرس. خصوصا مادة الفرنسية، المواد متسلسلة عندها علاقة ببعضياتها،
لانني انا قريت المستوى الثاني والثالث والرابع وقريت الخامس وقريت السادس. فهذا الشيء علاش تعرفت على المقررات اشنو فيهم باختلاف انواعها، ماشي بالضروره مقرر معين. انا كندوي اون جينيرال على الدروس كاملين ديال ماده اللغه الفرنسيه وكذلك ماده اللغه العربيه. فالتلميذ الا ما فهمش عندك في الثاني فغيبقى غادي بداك التعثر حتى السادس، غيبقى عنده ديما داك الغموض ديال داك الدرس. غادي تقول يا استاذه وها انت قلتي لي ديري الدرس ولكن راه صعيب. اللي خصكم تعرفوا ان الدروس راها اللي في المقرر ماشي قرآن منزل، هو فقط مقرر صايبوه بشر عاديين بحالنا. يعني انا كاستاذ عندي جميع الصلاحيات باش نبدل في ديك القاعده، باش نقسم داك الدرس على جوج. الا كان درس مركب نقسمو انا على جوج، لان التلاميذ غيوليو ما فاهمين ليا هادي ما فاهمين ليا هادي. نشد داك الدرس نقسمو على جوج، غندير نص هاد الحصه ونص الحصه الماجيه. طريقه شرح الدرس نعتمد على جمل بسيطه. عندي لا فراز غندير اون فراز، عندي لو فيرب غادي ندير جمله فيها سوجي فيرب. وكذلك باللغه العربيه انا غير تنعطي بزاف امثله باللغه الفرنسيه لاني انا سنقرا اللغه الفرنسيه الحاجه اللي كنفهم فيها مزيان. داكشي علاش كنبقى نعطيكم امثله باللغه الفرنسيه وقس على ذلك المواد الاخرى. ما شاء الله اساسا انتم محتاجاش نشرح لكم بالخشيبات. فهادشي اللي بغيت نوصل لكم. الشرح البسيط، استخدام جمل بسيطة. القاعدة ماشي بالضرورة نمشي على القاعدة اللي في المقرر، نقدر ندير قاعدة من عندي ندير لها غنبلوية ديك القاعدة، إعادة توظيف ولا ندير ولا نعاودها ليسونسيال نعاودها. عندي قاعدة طويلة غادي نختصرها ونركز على أهداف الدرس. عندك لا فراز ركز على ان لا فراز se commence par une majuscule se termine par un point. La phrase est une suite de mots qui a un sens. صافي. نعطي جوج امثله، هذه جمله عندها معنى ودي جمله ما عندهاش معنى وجمله بسيطه. ما نعطيش جمله مركبه ونغشي ولا جمله بسيطه. une phrase فيها sujet verbe complément فقط. وحتى لا فراز اللي غنعطي الوليد يقراها ديال الثاني يفهمها، ما نعطيهش شي فراز ديال شي فرونسي طالع السما، شي فراز ساهله غيقراها وليد ديال الثاني غيفهمها بلا ما يحتاجك انت تترجمها ليه ولا تشرح ليه ديك الكلمه شنو هي ولا يمشي للديكسيونير ولا يسول ماما ولا باباه. جمله بسيطه. هادو هما الاسرار ديال المستوى الثاني، هادو الاسرار باش تنجح وانت كتقري المستوى الثاني. حاجه اخرى بالنسبه للإكسبرسيون اورال، هما وليدات في السي بي ديال الثاني داك العام كانوا في السي بي. بالنسبه للسي بي ما كانش عندهم دي ديالوغ طوال، كان عندهم داك الشيء سامبل. من يجيو عندك انت المستوى الثاني ما تبداش معاهم من الاول كسيري كاتريام، بدا معاهم داك الشيء اللي غيبليك نقدر نقص منهم. اصلا ليكسبرسيون اورال ما كيتحفظش، كنستخدموا غير ستركتور ديالو. ولكن كاين شي اساتذه المدارس ديالهم يقولوا لهم حفظوا ليكسبرسيون، قولوا للتلاميذ يحفظوا ليكسبرسيون اورال. في هذه الحاله هذه رغم انني كنانسيستي على ان ليكسبرسيون اورال ما كيتحفظش. الا رجعتوا معايا الحلقات ديال الجداد ديال ليكسبرسيون اورال قلنا كناخذوا غير لي ستركتور وكنعاودوهم في دوطخ سيتياسيون. فإلا تحسوا بشي مؤسسه كتقول لك لا خاصهم يحفظوا ليكسبرسيون اورال، بداو معاهم بدي ريبليك صغيورين ولا نصايبوا ديالوغ حنا راسنا فيه دوك لي ستركتور ديال داك ليكسبرسيون اورال ونعطيوهم غير شويه جوج جمل ونص، جوج جمل على حسب المستوى ديال التلميذ. نجيو لا ليكتور، ما يمكنش نعطي الدري يقرا التكست وهو في السي بي كان كيقرا غير كلمات ولا شي باراغراف صغيره. وكان طرحت عليه الاستاذه كيفاش نعالج مشكله القراءه عند المستوى الثاني. فهذه غتكون عندنا ان شاء الله حلقه، ولكن غندير لها اشاره هنا على قبل الاستاذه اللي طلباتني على هذه الحلقه وصافي لونطو باش طلباتني عليها، ولكن دزت بواحد الوعكه صحيه وكما شفتوني باقا كنكحب فكان مستحيل نصور نحط كاميرا نصور فيديو. القراءات اعتمد يا استاذه على لا ليكتور سيلابيك او القراءه المقطعيه. انا غندير لك في الشاشه
دابا مثلا عندنا كلمه مثلا شابو، كلمه شابو، عندك تلاميذ ما تيقدروش يقراو ديك شابو، شنو غادي ديري؟ غتشدها غتقسمها من النص، غيقرا شا بوحدها وبو بوحدها، وغتطلبي منه باش يجمعها، وغيولي هو كيقول شابو، ولكن بالنسبه لنا حنا كيقول شابو مجموعه. هي بحال شي حيله هاد القضيه ديال لا ليكتور سيلابيك، القراءه المقطعيه، حتى باللغه العربيه نقدروا نديروها.